الحين ندخل على العشاء اللذيذ. اليوم أنا مشتهية أسوي لحم، حمسة لحم بس بالعظم. تعرفون الستايل التركي باللحم، اللحم الذايب مالهم هذا اللي يصير بالعظم كذي أنا بسويه. اللي ذايقين كونيالي يعرفون أنا شنو أقصد، نفسه كذي مشتهية لحم نفس هذا. فبدال لا أحجز تذكرة وأروح اسطنبول عشان أكل كونيالي بسويه بالبيت. شوفوا، أول شيء طبعا اللحم كذي مغسول ونظيف بالعظم. عندي هني شرايح طماط، فلفل بارد ملون، وبحط أيضا فلفل حار وكمية كبيرة من البصل، يعني تقريبا اللحم والبصل نفس الكمية. شوفوا نفس الماعون، هذا ترسته لحم وهذا ترسته بصل. راح أسويه بجدر الضغط. طبعا الطريقة التركية يطبخون اللحم 8 ساعات ولهم طريقة معينة، أنا الطريقة التقليد أوكي. فأنا بسويه بجدر الضغط، بحطه كذي تقريبا نص ساعة. أبي اللحم يذوب يتفتش على العظم، وما راح نحط بهارات، بس كزبرة وفلفل أسود. أبي نكهة البصل واللحم، أبي نكهة اللحم كذي تكون يعني نكهة لحم، ما فيها بهارات، ما فيها كركم ودارسين وهيل، عرفتوا؟ مرات يصير يعني ودكم تسوون طبخة بس ما تقدرون تحمسون وريحة البيت كله بصل وريحتك بصل، تبين شيء كذي بدون حماس. فهذه وايد يعني تسهل عليك الحياة. أول شيء حطيت البصل، وأحط إقطاع اللحم بالعظم بنات. بس اللي يساعد إنه ما شاء الله أنا اللحمة هذه يعني طيبة للأمانة، جربتها بسرعة تستوي، ذبيحة وايد كبيرة فما تاخذ وقت بالطبخ. ولازم الطبخة هذه تسوونها بلحم فريش، لحم توه مذبوح، مو لحم. طبعا بحط بعد كم قطعة شحم كذي، ما تسوونها بلحم من الفريزر، لا، لحم يكون توه واصل. اوكي، حطيت اللحم. عندي هني طماطتين ايضا بحطهم، بعتمد بالطعم على اللحم والبصل والطماط. فلفل بارد ملون. اوكي، بحط بعد فلفل حار، بحط فلفل اسود، بس هذه بهاراتنا، فلفل اسود وكزبره. بحط الملح الحين لانه بضغط الجدر، وهذا كله ما راح اقلبه لين يستوي. اوكي، كزبره ويا حبذا تكون توه طاحنينها فريش، ريحتها تصير اقوى. وهذا الملح. بس طبعا لو اللحم بدون عظم ما نضيف له ماي، لانه يكفينا ماي الطماط والبصل. بس انا لان اللحم بعظم فراح ياخذ وقت اطول، يعني اذا بدون عظم 20 دقيقه يكون مستوي. انا لان بعظم بخليه نص ساعه، فراح احط جلاس ماي، كوب ماي. اوكي، اذا بدون عظم ما يحتاج، ما تحطون ماي كلش، تكتفون بماي الطماط والبصل. صب الحين كوب الماي، ما راح احط دهن لانه ما شاء الله اللحم فيه شحم. اوكي، فما راح احط زيت ولا سمن ولا شيء. بس بضغط الجدر، اول ما يبدي يصفر جدر الضغط احسب له بالضبط نص ساعة، وتكون للحمة ذايبة. تاكلونها بعدين مع عيش مع خبز، انا لان عشاء بناكلها مع خبز. وخلاص اللحم خليته بالضبط نص ساعة وطفيت النار. يلا نفتح الجدر ونشوف شو الاخبار. شلت مقطعة الجدر وشوفوا المنظر، البصل ذايب وصار عندي كذي صوص تحت، واللحم ما شاء الله ذايب وابيض يفتح النفس. تشوفون؟ يا سلام يا سلام، شوفوا شلون اللحم ذايب. طبعا جربته، الطعم يا جماعة خطير والله، صدق كونيالي. لا تسألوني شلون هو يطبخ اللحم 8 ساعات وانا طبخته نص ساعة، بس الطعم كونيالي خطير. طبعا اللي ما يعرف كونيالي كتبوا بتيك توك كونيالي يطلع لكم من ألذ مطاعم اللحم في اسطنبول. انا عادي يمكن رديت له كم مرة باكل سفرة، ما عندي مانع انا كل يوم اتغدى بكونيالي من كثر ما احبه. خطير. انا جهزت طبق جانبي، طماط وخيار ونعناع وجرجير وليمون. يبيله الفلفل هذا الحار المخلل، بس للأسف ما عندي هالبينو، أحس ما ينفع.
يلا قلبوا لنا اللحم هني، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن جماله. نزلي كله شوي شوي. هذا الصوص تغمسون فيه تدرون شنو طعمه خطير؟ أبي طعمه صج بصل وطماط، ما فيه بهارات وايد ترى، بس فلفل اسود. نزلي كله. حلو طشرتي علي بس. يا سلام. تخيلوا انتوا، عاد للاسف ما عندي بعد خبز مسمسم، خبز خباز. تخيلوا شي خبزة خباز تاخذون من اللحمة تغمسونها بالصوص وتاكلون، ويا سلام. انتوا متخيلين ان هذا الطبق الجميل سويته بدون لا حمس وبدون لا يعني بدون اي عناء، كله على بعض وبجدر الضغط ونص ساعة جاهز. بنات لذيذ، لذة مو عادية، لازم تجربونه. بالذات اذا مالك خلق ما تبي ريحتك تصبغ بصل والبيت يصبغ بصل، جربي هالطريقة. ضغطيه بجدر الضغط وريحي بالك. ومن ألذ طرق اللحم اللي ممكن تجربينها، والله وايد خطير. قلت لكم تاكلونه مع خبز او مع عيش، حتى مع عيش ينفع ويطلع يعني شيء خطير. واذا ما تبون مرقه هالكثر خففوا الماء، حطوا نص كوب بدال كوب. الفقرة هذه لازم اسميها لا جاعت بنت الهاشمي ابشر بالعشاء. اليوم ما طبخت غدا، بس صراحة يوم شفت اللحم على طول طرى علي ان اسوي كذي شيء سريع ولذيذ وخوش عشاء. اختيار موفق. الحين الفقرة اللي كلكم ناطرينها، فقرة التذوق. ناخذ خبزة، بس قلت لكم حلاته خبز ايراني مسمسم، خبز خباز مسمسم. يلا ما عندي، ماكو خباز الحين اصلا، يعني عشان نجيب خبز خباز تاخر الوقت. ناخذ كذي لحمة لذيذة ذايبة من الموزة هذه الخطيرة. اوكي هذه كبيرة ويت، خلينا نشيل منها شوية. شوفوا ذايبة تينن. شوفوا حرة. المهم خلينا نقص منها شوية. اوكي نحط عليها طماطة ونعناع او جرجير كيفكم. خيارة وعصرة ليمون، واذا تحبون بصل اخضر او بصل ابيض. اوكي وبالعافية منقولة. بسم الله. جبارة ضروري تجربونها. يبيلها مشروب غازي بارد فل ثلج، ويا سلام احلى عشوة عقبها، احلى نومة. لا يبيلها واحدة ثانية معاكم لحظة. خيال بنات. وانا كلها قاعدة اقول بسافر اسطنبول مشتهية كونيالي. خلاص كونيالي بالبيت نسويه، ماكو شيء صعب والله. عاد هو يطبخ اللحم 8 ساعات بس، والله العظيم انه نفس الطعم نفس الشيء. بس اعتقد هو ما يحط بهار كلش، يعني حتى كزبرة وفلفل اسود ما يحط، لان طعم اللحم لحم كذي بس ذايب ينن. يا سلام. يلا خليكم الحين تصبحون على خير.